نستضيف هذه الحلقة الأستاذ محمد حماني، النائب البرلماني عن دائرة العرائش ورئيس جماعة الساحل. كما يحضر معنا في هذه الحلقة الزميل خالد ديمال، عضو هيئة التحرير للجريدة. شكون هو السي حماني؟ كيفاش التحق بالاتحاد الاشتراكي؟ كيفاش تدرج داخل الهياكل ديال الاتحاد الاشتراكي؟ اصبح برلمانيا ورئيسا لجماعه الساحل. وأعزي عائلة المناضل العرائشي اللي في قلب مدينة العرائش، البلح هو الأخ حسن البغدادي، فنتمنى للعائلة الصبر والسلوان في فقدان الفقيد، لأنه هو مناضل من رائد مناضلين الشباب السبعينات بمدينة العرائش. الحماني محمد ابن عائلة من البادية، من مواليد 1961 بمتشر الرجاء جماعة الساحل، متزوج له 4 أولاد. التحقت بالسياسة كما التحق بها كل الإخوان في السنوات القاسية. سنة 1977 التحقت بالشبيبة الاتحادي، وتحملت عدة مسؤوليات. في سنة 2000 بالضبط كنت عضو في الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي، وما زلت أتحمل المسؤولية الحالية كرئيس الجماعة ديال الساحل وكبرلماني عن دائرة العرائش. سي حماني، انطلاقا من هذا السير هذا كيبان لنا انه فجأة كنعرفوك مثلا كواجه عقدي بارز كفاعل مدعم واحد الجهة على حساب واحد الجهة في الاتحاد الاشتراكي، ولكن فجأة أصبحتي في المعادلة، أصبحتي رقم 1 في المعادلة اتجاه واحد اتجاه آخر. أصبحتي مثلا كاينة إلا بغينا نقولوا التيار ديال معين ياك، أنت في المقابل وليتي ممثل ممثل رسمي لواحد التيار آخر. وهذا اللي أدى مثلا بالسي حماني أنه يتصدر القائمة ديال الاتحاد الاشتراكي في العرائش في الانتخابات البرلمانية، اللي ما كانتش متوقعة، لأن كانوا أسماء أخرى مطروحة، في المقابل كانوا أسماء في الجهة الأخرى أسماء أخرى ولكن في نهاية المطاف وهنا جرى الكثير من المال بحال كيقولوا تحت الجسر، وكانت بزاف الأقاويل، وتمت تم الحديث على جهات أجنبية وخارجية خارج الاتحاد الاشتراكي، أنهم هي اللي زكتكم بحال ذكرت بعض الأسماء بحال زكتكم مع القيادة ديال الاتحاد الاشتراكي إلى آخره. ولا واحد الضغط كثير. ما هو توضيحكم في هذا الشأن؟ بطبيعة الحال في الاتحاد الاشتراكي دائما كانوا تيارات فكرية، ولكن ما كانتش بارزة، كانت كتخدم في الخفاء. هذا شيء طبيعي في كل الأحزاب الديمقراطية في العالم. أنا لست في معادلة اللي سميتها معادلة واحد الجهة في واحد التيار. احنا في الاتحاد الاشتراكي خصوصا على الصعيد الجهوي، احنا كنا السباقين لإحداث التنسيقية قبل إحداث ما يسمى بالتيار حاليا. كنا السباقين لأن كان عندنا واحد الهاجس، واحد الغيرة في 2019 طبعا تحدثت التنسيقية على صعيد الجهة ديال الشمال، هو إصلاح ما يمكنه إصلاحه داخل الحزب، واللي كان الحزب في هذا الوقت وهو خد واحد الصدارة تمثيلية لا المحلية ولا الوطنية في جميع في البلديات ولا في كنا في الاتحاد الاشتراكي. كلكم كتذكروا بأن الاتحاد
الاتحاد الاشتراكي كانت عنده بلديه ديال تطوان، كانت عنده بلديه ديال الشاور، كانت عنده بلديه ديال قصر كبير، كان عنده واحد المجموعه الجماعات، كانت عنده المجموعه الحضاريه ديال طنجه، كانت عندنا مرتي الى غير ذلك. شفنا ان الاتحاد الاشتراكي في 2007 وقع ما وقع، وخدينا هذه البادره. شيء طبيعي، هو حنا في الاخير بغينا نديرو تيار مؤسس، ولكن كاينه جهات اللي كاينه تيارات غير مؤسسه. حنا علمنا موقف، حنا لا نختلفوا على شيء، اكثر ما نختلفوا على تدبير الامور في الحزب. كاين السي انتم كنتم لا سمح لي على المقاطعه، كيبان لي على انه الحديث في الحقيقه مع السي حماني هو الحديث في السياسه. مثلا انتم ملي درستوا في بعض المحافظات الانتخابيه كنتم مساندين السي مصطفى القرقري، يعني اللي كيمثل واحد اتجاه معين في الاتحاد. ومؤخرا يعني في 2011 درستوا كممثلين الجهه الاخرى، يعني التيار يعني الاخر. فحاليا كاينه بطبيعه الحال جوج تيارات كبرى في الاتحاد الاشتراكي، يعني كما يسمى بالزايدين ويسمى بالتيار الرسمي للحزب اللي هو دريس الشقال. فين كاينه دابا نتوما في هذا الحال؟ اولا انا نرجع لك للانتخابات، واللي قلتي بان الحزب التزكيه ديالي جات من جهه اجنبيه، هذا خطا. هذه اقاويل تسوى. انا بطبيعه الحال كجميع المناضلين اللي تقدموا بالترشيحات درت واحد السيفي ديالي، وبطبيعه الحال كاينه جهات داعمه للمجتمع المدني، جمعيات الى غير ذلك. هذا كمستثمر، واحد مجموعه المستثمرين تداخل الاقليم العرائش كانوا مدعمين لي في الحمله الانتخابيه، هذا شيء طبيعي. اما تيار اجنبي او شيء اجنبي هما كيسميوه بالتكش اللي بغاو هما، لان هذا انا كنعتبرو هذا بنادم كيلعب في الماء العاكر. الماء العاكر. اما حنا كنا في تيار، قلتي الاخ مصطفى القرقري وصبحنا في تيار اخر. نحن دائما كنا في تيار الاتحاد الاشتراكي. الاتحاد الاشتراكي ديال عبد الرحيم، ديال نجلو، ديال مهدي بومباركا، لسنا لا مع جهه هذيك ولا مع جهه اخرى. اما الان بطبيعه الحال عندنا وجهه نظر ديالنا، وجهه نظر فيما يخص المساله الحزبيه داخل الجهه، وما يمكنناش نبقاو غاديين بهذه الطريقه اللي كتدبر بها الامور دابا. وواحد المغرب عرف واحد التغيير في المجموعه ديال المسارات، والخطاب الملكي كان صارح واضح اثناء افتتاح الدوره البرلمانيه، الدوره الخريفيه. خص وجوه، خص دماء جديده، خص الانفتاح على طاقات. ما يمكنش حنا غدا نبقاو. خصنا شنو هو السياسي هو هذاك الانسان اللي خصو يخلي الثمار، خصو يزرع البذور مزيانه باش يعطي ثمار مزيانه. ما يمكنلوش هذاك السياسي يبقى هو وحده، او اللي يورد شي حاجه اللي يمشي شي حاجه اللي هي ماشي معقوله. سي حماني غادي ننتقلوا لمحور اخر، ومن بعد غادي ننتقلوا لجماعه الساحل كرئيس الجماعه. غادي نعطي الكلمه للسي خالد الدماغي، لانه ملم جدا بواقع المنطقه، وايضا بما يجري في المشهد ديال المركز الساحل. شكرا سي اسلام، مرحبا بك في العرائش نيوز الالكترونيه. وعلاقه بالشان المحلي، باعتبارك رئيس جماعه الساحل القرويه، وكسؤال في هذا السياق، يعني بالاضافه هناك من يشيد بالمنجزات الى اخره، وان جماعه الساحل في العهد ديالك انتقلت من واحد الطور معين اللي كانت كتعيش فيه تهميش الى اخره الى طور اخر مغاير، وبدليل المشاحنات اللي كتكون مع الموظفين حسب ما يقال. لكن بالمقابل هناك من يعتبر هذه المشاحنات نوع من التسلط من طرفك تجاه هؤلاء الموظفين داخل مقر الجماعه. ما حقيقه هذا الوصف او هذا التعبير؟
جدا. بطبيعه الحال ملي كتسير لابد ما يكون عندك ادب، هذا شيء طبيعي، لا من الداخل ولا من الخارج. انت كرئيس جماعه جيتي بمنظور اخر، جيتي بفكره اخرى، تصور اخر، ثاني شيء طبيعي باش يكون هذا الشيء هذا. اولا حنا جينا كنسيروا الجماعه، الدخول ديالنا للجماعه في 23/6/2009 ماشي شيء اغتباطي، جا مبني على حوايج. اولا شفنا الجماعه، حنا هنا المنطقه كنا كنعرفوا الجماعه كيفاش كانت وكيفاش كتسير. لابد باش نخلقوا واحد خدمه اخرى، ديناميكيه اخرى، عقليه اخرى. سي صعيب واحد الانسان كان في البراتب ديال ما نقولش الفساد هنا، وانما ديال الكسل او كاين شي فساد غتنقلوا، غتحطوا على واحد السكه اخرى. لابد غيصورك، يقدر يصورك عفريت، يصورك جبروت، يصورك، هذا شيء طبيعي، ولكن النتائج هي اللي كتحكم، والسكينه هي اللي كتحكم، والمردوديه هي اللي كتحكم. هناك كذلك من يعتبر انك تستعمل السلطه الرئاسيه من اجل الضغط على خصومك السياسيين، خاصه فيما يتعلق بالحصول على رخص البناء. وهناك من يقول بان اغلب الدعاوى المتعلقه برخص البناء هي من طرف خصومك السياسيين. ما حقيقه هذا التعبير الذي يقال؟ حنا جينا زولنا هادشي، علاش؟ شفنا القانون وشفنا الواقع. شفنا القانون، الجماعه كانت كتدخل صفر في رخص البناء. غير مواطن كان كيطلب رخصه عنده 100 متر ما كيديرش رخصه، الرخصه ديالو هي الكلمه. الشيخ مقدم يدي 50,000 فرنك مثلا، الشيخ كيدي 100,000 فرنك، المرشح كيدي 100,000 فرنك، القايد وغادي نقولوا حنا على هو دابا الشبه الفساد. انت قبيله كنت سولت سؤال كيدي 2000 الفرق ما بين الفساد والشبه الفساد. كيدي 1000 درهم، رئيس الدائره كيدي 2000 درهم. لو وصلت العماله لجهات معينه ولكن جهات نافذه وكيعرفها الخاص والعام داخل الاقليم من عهد بوسيف الى الان. لا دابا لا، شكون واضح، ما تقولناش شي حاجه ما قلناهاش. كيدي تا هو الباي ديالو، هذاك المواطن في حراج كيخلص 10,000 درهم وما عنده حتى شي وثيقه. حنا جينا سهلنا المصادر، حنا عارفين قانون التعليم متجاوز، حنا كناخذوا القانون ديال الطين الصعيب. المغرب الدستور ديالو تاع وقع تعديل فيه 96، دابا حنا في الدستور 2011 كنشوفوا الواقع. جينا كندخلوا مداخل مهمه، هذا شيء طبيعي. دخلنا انا في الست شهور الاولى دخلت 56 مليون في 2009، في الست شهور الاولى. في 2010 دخلت 70 مليون. جماعه هذه مداخل الجماعه، ربما ما تدخلهاش بعض المراكز اللي هي حضاريه تبع الاقليم. ساهمنا مساطيل وحافظنا على الفن المعماري، بقنا القانون فيما يخص ديال التعيين ديال المركز. زولنا واحد المجموعه ديال الحوايج، وهذوك اللي كيقولوا انا كنعرفهم، خصومنا السياسيين اللي كيقولوا انا عارف شكون اللي قال هذه، وهذه عطيتكم من كل شيء. انا نقول لك انا اخ ديالي ابن اخي قال صيفطوا للمحكمه، وعاود صيفطوا للمحكمه، عضوه كتبني متر كتقول كاينه محاضر كتقول بان رجل بنى 7 ديال الديور بدون ترخيص. ايوا حنا ماشي مع الفساد، ما يمكنش. حنا علمنا المواطن واحد الثقافه بطبيعه الحال. هذه ماشي صح راه سياسيه ضدي انا، ولكن ولات واحد التلقائيه دابا عند المواطن. الاداره كتجاوب معاه، المنتخبين كيتجاوبوا معاه، الحمد لله السلطات الاقليميه فاهمه هذا الامر وحلينا اشكاليه. بالمقارنه مع الجماعه الهوامه راه فحالنا حتى هي مرشحه باش تكون مركز محدد بحال الساحل. شوفوا التعبير كي غادي في العمره، انا ماشي
كان لا لا، مقارنة مشروعة، مقارنة مشروعة. قال سلطة الرئيس الومراء أو هذا شوفوا شنو كاين في الومراء وشنو عندنا في الساحل. يعني كتبقى الدستوري لا سمحت في نفس السياق ان الجامعات تتوفر على تصميم تهيئه الى اخره. بطبيعه الحال كاين بعض الملاحظات، لان ما كرهناش الساحل تميز من الناحيه المعماريه، يكون البناء ديالها متميز ماشي بحال اي مدينه انت كتسالك واحد المجال من الناحيه البيئيه طبيعيه كيكون هذا يكون شويه ديال الاستلهام معمار من ديك البيئه الى اخره. في نفس السياق علاش تحولت واحد الجزيئه كانت ديال تكون ديال الموظفين او شي حاجه من هذا القبيل وتفوتت من اليونس؟ اولا ما نهضروش عمرها ما كانت الجزيئه في الساحل. مر يعني الجامعه عمرها كانت الجزيئه ديال كانت هضره تاسيس وداديه الى غير ذلك. المكان اللي كان الاخوان كانوا كيتذكروه قبل المجيء ديالي انها تكون جزيئه ديال الموظفين، وهو الثانويه الجديده الان اللي كتبنى في الساحل في ارض ديال تبع الجامعه اليونس. بطبيعه الحال قبل ما نجي انا، لا قبل مني انا، الجامعه السلاليه وكما كتعرفوا الطفره العمرانيه اللي كانت ديك الساعه كاينه في اطار مشروع دارنا دات 144 هكتار تفوتت لها على اساس يعني لا ليس الجماعه الاخوان باش ما نخلطوش الامور، هي من كل الجماعه السلاليه. ما الفرق؟ الفرق بين الجماعه السلاليه ليس هي الجماعه انتم كنعرفوا احسن منا في هذا الشيء. بالنسبه لاتخاذ قرار من هذا النوع ديال قرار ديال التفويت ماشي بيد الجماعه. الجماعه ليس لها سلطه الوصايه على اراضي الجمهور. الوصايه لوزاره الداخليه هي اللي عندها الوصايه في شخص القائد، في شخص العامل، في شخص الوالي، وفي شخص وزير الداخليه، وكاينه مديريه ديال الاراضي السلاليه لدار في وزاره الداخليه هي اللي عندها الجماعه بعيده كل البعد تفوتت في اطار مشروع ديال دارنا. وفعلا حنا عندنا قرون عليه وداخله في القرون في البلان ديال التعيين دابا داخله، وكانت داخله بواحد النمط اخر. دابا وقع تغيير هذاك النمط لان الازمه اللي كيعرفها العقار في المغرب الى غير ذلك داروا يعني يمكن اي فئه من المجتمع باش تقدر تاخذ قطعه او مسكن. دارت كاين تسكن اقتصادي في الساحل دابا حاليا هذه اللي داروا في المشروع ديال دارنا، وراه كانوا كيسوقوها في الاشهارات ديالهم الى غير ذلك. عودة إلى الرخص كما يتداول لدى الرأي العام الساحلي أن منطقة أمجلاو حيث يوجد هرمس هذا الأخير يقوم بفتح الطريق باتجاه البحر من دون الحصول على رخص. كما يتداول كذلك أن المقاولة التي تقوم بفتح هذه الطريق تعود إلى ملكيتكم. هل تؤكدون هذا الكلام؟ اولا هذا كلام غير صحيح. كاين اتفاق هذه بعدك كنتمنى وبكل فرح وكنت عندي انا في المنطقه ديالي في الجامعه ديالي باش يجي واحد يفتح طريق من مال ماشي عن طريق البحر باش تفهموا الاخوان لان ماشي كنضرب بلوطه. ارمس عن اتفاق بين الجماعه القرويه للساحل الشمالي وهو ما يسمى بالمجلة. كاين اتفاق، كاين مقرر ديال المجلس، كاين موافقات الساكن. انا عندي هذه وثائق كتوفر عليها وفتح طريق بغلاف حتى انا ساهمت فيها. انا ساهمت في هذيك بغلاف مالي 5 مليون و200 ألف درهم من مالي الخاص بعمله صعبه. اتمنى ان يكون مجموعه المستثمرين على المنطقه واللي كان الانسان كيخرج في الشوارع، انسان كان مريض كان كيديروا في الشوارع وحجر ويخرجوا من الطريق. الحمد لله دابا تفالوريزات الارض
مع القيمه ديالها. هذوك الناس كيحيجوا راهم الناس، كاين واحد القيمه مضافه. ايوا ما قالهمش ندير المدرسه كيصلحها ب 78 مليون، ما قالوهاش كيصلح المدرسه من مالي خاص ب 78 مليون. وهذه هي الغيره، هذه هي الشراكه. هرمس شوف بعض الناس ربما هرمس وطني كمستثمر عنده غيره على هذا المغرب احسن من هذا المغرب، واقول هو يتحمل المسؤوليه، يساهم في جميع الانشطه الاجتماعيه والثقافيه بجماعه الساحل الشمالي، وكذا بالنسبه لنا حنا كيساهم معنا. هذا شيء طبيعي. شنو هما الاولويات ديالكم حاليا بالنسبه لجماعه الساحل؟ يعني الاولويات يعني اللي كتشوفوها اساسيه، وخصوصا ان الموعد الانتخابات قرب وهذا يعني وفتحتوا افاق في المدينه في الجامعه هنا، شنو هما الاولويات؟ اولا حنا الاولويات اللي عندنا ما كنربطوهاش بما هو سياسي. الفرقاء السياسي اللي معنا كيسيروا قبل ما نبداو ندخلوا في عمليه التسيير او المفاوضات، كان همنا هو كل واحد، هذا كان كلامنا، كل واحد يحط الشلابه ديالو في بلاصتو ونجيو نخدموا هذه المنطقه. ما عندناش الاولويات السياسيه. انتظارات المواطنين كثيره وكثيره، الامكانيات مش نقولوا ضعيفه وانما تحسنت، نقدر نقول لك تحسنت 700%. عندنا اولويات ما يمكنناش غنبدا هذه الاولويات. عندنا حنا مشكل ديال الطرقات، بعد الطرقات ما بقاش عندنا مشكل في الساحل، فتحنا جميع المسالك. المشكل ديال التمدرس عندنا مشكل وهو الانتقال من المدارس الابتدائيه الى الاعداد. حنا كنا السباقين، اولى الاولويات عندنا هو المسائل الاجتماعيه، الاهتمام بالمسائل الاجتماعيه، التعليم، الصحه، النظافه. هذو هي الاولويات ديال الكهرباء. حنا كنا السباقين والجماعه الوحيده في الاقليم اللي خصت في الميزانيه ديالها 360,000 درهم 36 مليون الكهرباء ديال المدارس الابتدائيه والملحقات ديالها في الدواوع. هذه كان محاربه على المدرسه. الحمد لله دابا حسب الاحصائيات الرسميه ان نسبه هذا المدرسي بالنسبه لنا كيبان الصحافه على ان الاولويات ديالكم اجتماعيه 100% بالنسبه للجماعه الساحل. لا، عندنا اجتماعيه وتنمويه. لا يعني بالمقاربه التنمويه بطبيعه باش ننتقلوا من الساحل، واش باقي شي حاجه؟ باقي شي حاجه في الساحل؟ تكلمتوا على المساله ديال الهدر المدرسي. كنعرفوا بان النسبه ديال الهدر المدرسي احيانا كترتفع حينما يغيب النقل المدرسي. كنعرفوا في هذا الجانب انكم عقدتوا اتفاقيات مع جمعيات اجنبيه في اسبانيا، بينها جمعيات ايكرام، ولكن مؤخرا حسب ما يروج ان هذه الجمعيه اصبحت تتهمكم بالاستيلاء على معداتها والياتها. ماذا صحه هذا الاتهام في الذات؟ حنا درنا اتفاقيه، كانت عندنا اتفاقيه ديال الشراكه ما بين جمعيه الاطران والجماعه الساحل. كنعرفوا في قانون العقود والالتزام شريعه عقد المتعاقدين. هذوك الناس ما التزموش مجموعه الحوايج، كاين ضوابط في الاتفاقيات ما احترموهاش. ما عندنا معهم هذا الشيء. فسخنا الاتفاقيه في 2010 اواخر 2010 فسخت الاتفاقيه لعدم التزامهم هما بواحد المجموعه الحوايج تجاه الجماعه، وعندي ما يثبت ذلك. انا ما يمكنش، انا مغربي وطني، ما يمكنش
نمشي مع واحد الناس اللي هما ضد القضيه الوطنيه ستوب. ونرجعوا كذلك للساحه فيما يخص الشأن الديني. إذا دائما الحس السياسي في العلاقه الاجتماعيه، لان هذا الموضوع شويه بحال اللي قلتي حسب الاولويات ديالك، يعني لا قلتي عاود السؤال. يعني المساله اللي كيفاش يعني فسختوا هذه الاتفاقيه الشراكه مع هذه المنظمه غير الحكوميه، يعني الهاجس كان عندك هو القضيه الوطنيه، يعني عندهم ارتباطات معينه يعني مناهضه للقضيه الوطنيه، يعني هذا هو رايك، يعني هذا هو كان الدافع الاساسي في فسخ يعني هذه العلاقه هذه. لا، هو هذا جانب كلا مجموعه ديال الالتزامات اللي ما التزموش بها وماشي وقتها باش نقولها، وكاينه وسائل ما تفيد درنا العمليه هنا حسابيه بطبيعه الحال كجماعه، كنا حنا خاسرين وجبنا نكونوا صراحه، لان ماشي القضيه الوطنيه هو جانب اساسي، ولكن شي حوايج مرتبطين بالمغاربه، ما هو ديني ما هو ثقافي ما هو الى غير ذلك. تكلمت على ما هو ديني، ونرجع كذلك للشأن الديني على مستوى الجماعة، وخصوصا فيما يتعلق بالمسجد جماعة الساحل اللي ترصدت له ترصد له واحد المبلغ ديال 700 مليون ديال السنتيم. تصريح ديال احد ساكنه الجماعه باش ما نخندقوش في واحد الجمعيه معينه الى اخره، تيقول في التصريح ديالو بان هذا المسجد هذا تم بناؤه من طرف المحسنين، ولكن في جريده الاتحاد الاشتراكي في واحد المقال ديال جواد الكرخه اللي كان خد التصريح ديالكم مناسبه توزيع المساعدات على فقراء الجماعه في خلال الاضحى، قلتوا بان الجماعه هي اللي ساهمت في البناء ديال هذا المسجد بمبلغ ديال 700 مليون. يعني فين كتوضعوا نفسكم هنا في المقارنه؟ في الحقيقه هو سؤال ساعه نقاش حلو. انتم السي خالد ديما كنتم واقيلا حاضرين اثناء هذاك اللقاء، وكان في كنتم واقيلا بكم 4 ديال الصحفيين على ما اظن، وكان معكم حضر رئيس الجمعيه ديال الاخلاص اللي هو المشرف الرئيسي على المسجد. هذه انا كنعتبرها حماقه اللي كيعتبر ما قامش راس هذا الجماعه، ورصيدات تقول ان المحسنين هما اللي ساهموا، المحسنين هما اللي حنا كيفاش بغيتي نسوقوا هذه الجماعه؟ لا ما كانش فيها مسجد مزيان، ما عندها شي طرقات، ما عندها هذوك الناس اللي مشاو، هذوك الناس عدميين، الناس بالدين باغيين يوصلوا شي حوايج. ها نعرفوا جمعيه الاخلاص الحمد لله دارت واحد المجهود جبار في ترميم هذاك المسجد، ودارت فيه واحد المجهود كبير بعد المحسنين، وما نقولكش حتى انا منه، كاين اللي ساهم بصفه مباشره وغير مباشره دعم هذاك المسجد. اما الجماعه الحماقه 7 مليون درهم رصدت الجماعه الى المسجد، ايوا حنا شحال كنخرج؟ شحال كنخرج الفائض؟ شحال؟ الفائض راه معروف ما كيتعداش 3 مليون درهم، الفائض الحقيقي باش تقديري. ايوا هاد المشاريع اللي درنا مشينا سرقنا، هاد الناس باغيين بالجماعه ويخلقوا هذاك المشروع ما غيتوقفش، وحنا مع هذاك المشروع باغيين يخلقوا مشاكل ما بين الجماعه وجمعيه الاخلاص ومآلهم الدينيه، وحنا كنعرفوا هذوك الناس ما عمرهم غادي يديروا شي حاجه، لا عندهم الوجهه يجيو يخرجوا معنا الطيره في الخدمه في الابداع في الابتكار وواحد مجموعه الحوايج. اما باش يضربوا وراء الستار لا نقبلوه، وانتم كتعرفوا اكثر. يعني هناك حديث واستياء عام وفي هذا منافذه ايضا داز عندنا برلماني اخر اللي هو عبد الله البقالي، وبزاف الاصوات وبزاف ديال الفعاليات من المجتمع المدني، كاين واحد الاستياء انطلاقا من واحد الاستشعار واحد الواقع على ان المدينه بحال انها خارجه يعني من الديناميه التنمويه، مثلا ما يحدث في طنجه وفي تطوان على الاقل في الجهه، يعني كتبان المدينه على انها مهمشه ومقصيه وكذلك المشاريع
بدرس وكأنها معطلة وكأنها يعني تفشلت إلى آخره. فشنو الرأي ديال السي حماني في هذا الشأن هذا؟ وبالتالي شنو هما الأولويات ديالو كبرلماني يعني كينوم على هذه الدائرة؟ اولا انا غنتكلم على العريش طون كواحد الراجل كنعيش في العريش، تربيت وتعرضت في مدينه العرائش، قرات في مدينه العريش، وكمستثمر في مدينه العريش، وكواحد الانسان كنتحمل مسؤوليه كنائب برلماني على دائره العريش. فعلا هذا هو احساس عن الجميع، لا كل فئات ديال المجتمع، لا الفاعلين الاقتصاديين ولا الاجتماعيين ولا السياسيين عندهم هذا النوع من الاحباط. انا احمل المسؤوليه واقولها بكل الوضوح، والاختيار لنهجته الدوله في واحد الوقت فيما يخص النخبه السياسيه داخل الاقليم ديال العريش، وهذه هي نتائجها. النخبه السياسيه اللي كانت برزت في واحد الفتره معينه، هذه هي النتائج ديالها. التهميش الكل كيقول بان العرائش في واحد الوقت كانت هي الثانيه الناس المنخرطين في الضمان الاجتماعي في المغرب بعد الدار البيضاء. الرواج الاقتصادي اللي كان تعرفوا العرايش في واحد السنوات في الستينات والسبعينات، الناس كانوا كينتظروا الاضافه ديال العماله. العريش غتعطي واحد الدفعه للعريش، ما عطاتش دفعه، عطات تاخر ديال المدينه في جميع المجالات. وحتى الناس اللي جاو كيسيروا العماله ديال العريش، نقولوها بصريح ريبه، من بوسيف الى السمرات كان شي شويه، ماشي كان شي متفاوت. كاين اللي تغنى من العريش، كان اللي كيجي يرتاح في العريش، كان اللي كان جاي يهضر في العريش. ولكن هذه ماشي مسؤوليه ديال المجتمع في العريش، مسؤوليه السياسيه ديال القوى التقدميه. انا احملها المسؤوليه. كل من هو غاير على هذه المدينه فهو كيتحمل مسؤوليته. ولكن كيفاش يمكن نفهموا بحسب ما جاء في الكلام ديالك على ان الدوله مسؤوله مع النخب؟ يعني واش يعني تقصد الدوله هي اللي صنعتها بالنخب او يعني؟ بطبيعه الحال كاينه الدوله العميقه، هذا شيء طبيعي وحنا كنقولوا نتحملوا فيه مسؤوليتنا. كاينه نخب اللي صنعتها الدوله وصبحوا عيبه تاع الدوله، والخطاب المالي كان واضح. في العريش انا منذ تحمل المسؤوليه ديالي كبرلماني كنت الواحد السباق اللي طرحت سؤال كتابي للسيد وزير الداخليه حول اقتراض ديال 12 يورو. نعطيكم الرد اش كيقول الوزير. سؤال كتابي حول تطبيق قرار المحكمه ببطلان اقتراض 12 يورو. وبعد فجوابا على سؤالكم بشان صدور قرار القضاء ببطلان الانتخابات التي جرت يوم 12 يوليو 2009 بجامعه العرائش، يشرفني اخباركم بان الانتخابات المذكوره كانت موضوع عده طعون وصدرت احكام في شانها الا جانب الحكم المشار اليه في سؤالكم، الا ان الاحكام الاخرى لا زالت رائجه امام محكمه النقد. وتباعا لذلك سيتم الحرص على اتخاذ التدابير القانونيه اللازمه فور بدء القضاء المختص في جميع الطعون المعروضه عليه في هذا الشان. وهذا جواب ديال الوزير اللي كان نهار 22 نوفمبر 2012. علاش ما نفذتش هذا الاحكام؟ هذه مهمه النخبه السياسيه، يعني مهمتنا حنا، هذه مهمتنا حنا. في رايك علاش؟ في رايك
في رايك الشخصي علاش ما تنفذتش هذه الاحكام؟ يعني خلق واحد نوع الارتباك بالنسبه للجماعه وبالنسبه للتحالف الثلاثي، ويعني بحال الا طلع تاكل كاموس وطلع نزل تكون قلق. يعني الناس عندهم واحد الوضعيه ديال المجلس يبقى المجلس ما يبقاش، المجلس يبقى المجلس ما يبقاش. والله يكون في العالم هما هاد الناس كيخدموا غدا غنطيحوا غدا غنبقاو، ولكن ما يمكنش البلديه غنمشيو 10 الريوس. غادي قلتها انا مره اخرى، البلديه العرايش غدا 10 الريوس. وما كتشوفش ان الواقع متجاوز البلديه ومتجاوز العماله ومتجاوز مثلا المصالح الاقليميه كامله بالنسبه لوضعيه العرايش هنا؟ العرايش انا كنشخص العرايش بحال واحد بنيته في الباديه زوينه مهمله، هبطتيها من الباديه لبستيها مزيان كسيتيها مزيان غدا كل شيء غتعجبو هذيك البنيته. العرايش سهله ماشي صعيبه. العرايش انا قلت مازال كنقولها الكاريزميه ديال المسؤولين على الشأن سير الشأن المحلي ما عندناش. هي مساله في اشخاص طبيعة الحال هما الاشخاص اللي كيديروا كل شيء. مادام سي أماني قريت علينا ورقه اطار صوره كتابي للبرلمان، شنو هي الملفات اللي قدمتيها للبرلمان وتهم مدينه العرايش؟ اولا حنا كبرلمانيين انا كنتمنى يكون واحد النوع ديال التعاون فيما بيننا. انا كنت برلماني الوحيد اللي في المعارضه وكلهم برلمانيين، اللي ثلاثه الباقون كانوا كلهم في الحكومه، دابا صبحنا جوج في المعارضه. كنت كنتمنى لان هما الاخوه البرلمانيين اللي كانوا في الحكومه يكونوا هما اصحاب البادره، هما السباقين اللي عقدوا واحد المجموعه ديال الحوايج فيما يخص العرايش. هذه كنت كنتظرها، وبطبيعه الحال كاين لقاءات بيننا لما بين الاخ خيرون جزاه الله القاري الحاج سيمون فيما يخص هذه الملفات. حسيت انا كل واحد كينفرد بملف معين، منافسه يعني هذا شيء طبيعي. ولكن العرايش عندما جئت السيد العام انا فتحت معه نقاشات كثيره، واللي عجبني فيه بكل صدق هو انه كيخدم على ملفات. واحد الملف اللي هو محتاج له العرايش وراه كان قالوا السيد العامل في المخطط الاستراتيجي ديال الاقليم، هو انا كنخدم على هذا الملف، ملف ديال اغروبوليس. حنا طالبين لقاء، وكنت خذ البديل انا لقاء وزير الفلاحه باش يكون واحد اللقاء رواد. حنا 4 بينا، لان اغروبوليس بالنسبه للعرايش شيء مهم ومهم جدا، لان كاينه حاليا منافسه ما بين الاقليم ديال قنيطره والاقليم العرايش. الاقليم قنيطره عنده العدد الكم مزيان، ولكن الكيف عندنا حنا في العرايش. داخلين في هذا الاطار هذا باش تكون لندن هذا الاغروبوليس غادي يعطي واحد الدفعه من الاقليم. كاين نقاش اخر حول المنطقه الصناعيه، وكنت انا بصدد كنوجد ملف على المنطقه الصناعيه او اللوجستيكيه في الساحل، المنطقه ديال عين قطاع. وهذا كان عندنا مشروع حنايا كمجلس درناه في 2009، درنا مقرر ديال المجلس، وكنا بدينا في شراكه مع تيمسا شركه تسير المياه المتوسطين باش ندخلوا في هذه الشراكه معهم على احداث المنطقه تكون مكمله للمنطقه الصناعيه ديال البلوزه والمياه المتوسطين. فالحمد لله جاء هذا المشروع وخدمت عليه العماله. هذا المشروع ديال تكنوبوليس اللي غادي يعطي واحد دفعه اقتصاديه للمنطقه. المشكل الاساسي اللي في العرايش هو مشكل الشغل، المشكله ديال الشغل. ما كتشوفش
مشكل ان علاش انك تتحمل يعني اكثر من الطاقه ديالها من ناحيه ديال لاتراكسيون، من ناحيه الجاذبيه، ان كاينه الهجره القرويه قويه يعني، واحد التدفق اللي هو كبير جدا نظرا للفلاحه اللي كاينه، نظرا ايضا للانشطه الميناء، ايضا الاهمال اللي كاين في التدبير ديال المجال العمومي، يعني اجي نفرج في العرياش، الفساد ولا الافساد ديال مخطط ضعف المدينه ديال المدن الصافيه، ما كتشوفوش من هذه الزاويه على ان العريش تتحمل من ناحيه التدفق الهجره اكثر من اللازم. هذا العريش كتحمل التدفق ديال الهجره، انا متفق معك بحكم ان مدينه ساحليه، ثانيا ان فيها بعض الانشطه الاقتصاديه كالعمل ديال الصباط والعمل ديال البيوت، الصناعه الغذائيه والفلاحيه الفريزه، كاينه هجره. وكاينه واحد العامل اخر اللي نسيتو، كانت قبل يلا العريش كيعطيو 70 متر، هذا هو. لان انا تفاجأ اثناء اللقاء اللي كانت في العملات في هذا العام السابق، وهو ان الاحصاء ديال المدن الصافيه اللي كان 3400 اصبح 3800 ولا 4000. هذه مسؤوليه ديال الدوله، مسؤوليه ديال الدوله في اطار البرامج الهيكليه اللي وضعه هذا مخطط ديال المنطقه الجبليه، الهجره ديال العالم القروي، باش نحدوا على الهجره بالعالم. هذه مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الدوله المركزيه، مش مسؤوليه ديال العامل او مسؤوليه ديال الوالي، المسؤوليه ديال، لان هذاك السيد لو ما عندوش مدرسه وما عندوش شي محشر وما عندوش شي دار، اش كاين كنتظر منه؟ هذا ما غادي يهجر، هذا مجي اخر. عندنا اخر ملف ديال الكليه اللي حنا طرحين وزير وراه كتكون واحد الملف على وزير التعليم العالي، وخاص هذه الكليه تاخذ واحد النمط اخر، واحد شيء اخر بحكم موقعها في المنطقه حساسه اقتصاديه الى غير ذلك. هذا ملف عندنا ديال يعني ينزل شعاع من القانون اللي يكون مرتبط بالصيد البحري، الصناعه الغذائيه اللي تقدر تفيد المنطقه وتعطيها يطلع. ملف ديال المدن العتيقه حاضر نفس الكرسي المقالي اللي حضرناه مع الوزير وناقشنا هذا الموضوع، وهذا الملف الدوله ما عرفتش كيفاش تدبر. دابا حاليا كاين هذه الضريبه على الرمال اللي كان النصف ديالها كان غيمشي للمدن اهله للسوق، وهذا النقاش كان دابا حاليا في اللجنه الاقتصاديه والماليه في البرلمان، اللي كان واحد الجزء منه غادي يمشي لتجهيز العالم القروي والمناطق الجبليه، وجزء منه كان غيمشي لهذه المدن الاهله للسوق المدن القديمه. هذه مسؤوليه الدوله المركزيه. على الاشكالات ديال الاقليم بالنسبه للغابه ديال بوصافي، واش كتعتبروها ملف كباقي الملفات او قضيه يجب الدفاع عنها وحدود الدفاع عنها؟ الاخوان، هذا الملف ديال بوصافي وملف ديال الغابه بالاقليم كامل، هذا ملف بحال ملف ديال السطو على العقارات ديال الدوله اللي الناس داروا منهم كان ريع، وهذا شعار ديال الحكومه محاربه الفساد. هذا الملف ماشي تمنيتو انا، ماشي هذا ملف كان قديم عند بوصافي، راه من 84 وكاين اللي كيقول 78. هذا ملف رائج عن المحكمه، هاد الناس داروا الواجب ديالهم. هذه عام مشروع راسلوا رئيس الحكومه، وزير العدل، وزير المياه، وزير الفلاحه اللي هو لو تيتير ديال المديريه الساميه للمال، راسلوا الوكيل العام لمحكمه الاستئناف وتنبؤوا بهذا الشيء اللي غادي يوقع. وانتم كنتوا حاضرين في شهر 6 في اطار التظاهرات اللي كانوا داروها الساكنه حول فتح هذيك الطريق وكيفاش تعاملنا، وشفتوا كيفاش تعاملوا مع هذا السيد. هذا ملف ما عرفتش انا شكون هذه الجهه اللي واقفه ضده. الراجل راه قدام العامل في الجلسه، وانا عندي وثائق ما يتم شاري 90 قطار ولا 70 قطار، الصباح كيملك 300 قطار. كيفاش؟ كاين ناس عندهم احكام قضائيه
فوق الملك الغابوي واللي ماشي هي عرضه ومحكوم ب 800 درهم في المعرض. المهم هذا الحازم والمحاسبه وغياب المحاسبه هذا كيبقى على جميع الملفات اللي ممكن نطرحوها من قبيل مدن الصفيح، من قبيل التاهيل الحضاري، من قبيل واحد مجموعه المشاريع اللي تعرقلت في الطريق لان ما كاينش المحاسبه وما كايناش. هذا يمكن كيبان على انه بحال الا كاينه بحث على رؤيه، اولا كاين اتفاق على ان العرايش بحال خارجه المسارات ديال التنميه، وكاينه بعض الرؤى، يعني مثلا الرؤيه اللي طرحها السي البقالي في الاستوديو هذا المتواضع قال على ان حنا سنطرق الابواب ديال السلطات المركزيه كامله بدون استثناء، بيبان الوزارات، بيبان كذا كذا ديالنا كبرلمانيين، وحتى الا ما درنا والو غادي نوصلوا مثلا التحكيم الملكي ونوصلوا نطرقوا يعني الابواب كلها. كاينه كيبان من خلال التقديم ديال البي اس دي يعني البلان استراتيجي ديال ديفلوبمون، يعني المخطط الاستراتيجي التنميه اللي تقدم به السيد العالي مؤخرا يوم الثلاثاء، يعني كيبان على ان بحال كيبحث على واحد الرؤيه استراتيجيه يعني الموعود بالتنميه ديال المدينه. وكاينه رؤى اخرى اللي كتبقى ديال المجتمع المدني اللي هي عباره عن يعني من نقولوا عن محاولات احتجاجيه، عرائض، وقفات، مراسلات، الاعلام بطبيعه الحال كيدير دوره الى اخره. انتم فين كتجيو ضمن هاد الرؤى هذه؟ انا احترم الراي السي البقالي، نعم هذا رايه احترمه، ولا بد من نشيروا واحد الحاجه اللي هي مهمه، هو ان العرايش كان منا رئيس الحكومه. رئيس الحكومه لان انا نوضح السي البقالي كيقول بانه سيطرق ابواب جميع المسؤولين المركزيين على اساس اشعار ما وصلت. ايوا حنا كان عندنا رئيس الحكومه من مدينه العرائش برلماني ديالنا. شنو هي الاضافه؟ شوف الاخوه التأهيل الحضاري، الحصه اللي دار العرايش تأهيل حضاري وخرج بهذه الطريقه هذه المشروع. اسمع التأهيل الحضاري هذاك اللي جينا نهضروا على هذاك الملف خصنا واحد 4 سوايع ولا 5 سوايع باش نهضروا على الملف ديال التأهيل الحضاري بالاقليم كامل. ما نهضروش على العرايش، نهضروا على العوامره، نهضروا على الساحل، نهضروا على القصر، نهضروا على مجموعه المراكز اللي نكبت فيها الفلوس وشني الامباكت ديالها على المجتمع. هذا تقييم اخر على التنميه المحليه. المهم انا مع كل الاختيارات الصائبه اللي تقدر تعطينا المدينه. وحاجه واحده اللي كنقولها ومازال كنأكدها، بدون مجلس بلدي قوي مخاطب حقيقي لا يمكن الوصول لاي شيء في مدينه العرائش. من هذا المنبر انا كنوجه النداء ديالي نقول القوى الحيه والغيوره في المدينه والقوى التقدميه خصها تتحمل مسؤوليتها التاريخيه تجاه المدينه هذه اللي عندنا عار. كاينه جهات تتواطى على مدينه العرائش، جهات كدير عصافر رويضه العرائش. خصو الساكنه ديال العرائش والمجتمع المدني العرائش يتحمل مسؤوليته. الاقتراح هذه تكون يعني راس اللائحه ديال لائحه تقدم الترشح، يعني تقدم الانتخابات البلديه العرائش. انا ما كنديرش الدعايه باش تكون لا ما كنهضرش على الدعايه، انما يعني في الخيال السياسي، يعني المستقبل مثلا انا نقترح عليك مثلا تكون تدير ليست مثلا في مدينه العرائش، يعني شنو هو السيناريو اللي مثلا كتوقعوا للتنميه في المدينه، وشنو يعني الخطوه الاولى اللي تقوم بها. انا في السياسه عمري ما كنحلم، ولكن الحلم شرع كنحلم في شي حوايج ديالي شخصيا، اما ما هو مرتبط بالشان المحلي ولا بالشان الوطني الحلم ما عمره كيكون. انا ماشي مرسي او راه وقف لي واحد بالليل قال لي هذا الخرافه انا لا اؤمن به.
فهمتيني؟ هذا ما كاينش الحلم، كاين الواقع. العريش خصها ناسها، وناسها اللي يكونوا في الواجهه وناسها اللي يكونوا خارج الواجهه، لان اليد وحده كتسرفق ما كتسفقش. سي حماني، من بعد ما وصلتي للبرلمان واش ما كتفكرش او عمرك ما فكرتي تولي وزير؟ هو في الحقيقه السياسي دائما خصو يكون عنده طموح، واللي ما عندوش طموح يكون ميت. اما انا في المخيل ديالي ما لان الكاريزميه ديالي ماشي وزير، انا رجل ديال القاعده وغنبقى ناضل في القاعده، وهذا شيء مآمن به، وهذا التفكير ما كيدخلش على راسي باش انني نكون وزير. كيبان السي حماني وحنا في الدقائق الأخيرة من الحلقة، يعني على أنه كترجع في التحليل ديالك أو في المقاربة ديالك على أن المشاكل ديال العرايش كنقصد دائرة كاملة، يعني كاملة مرتبطة بأشخاص وبإرادات أشخاص. هاد الأشخاص طبيعة الحال كينتميو لإطارات سياسية، ومنهم الإطار اللي نتوما كنتميو له اللي هو الاتحاد الاشتراكي. هذا ما كاين يعني، والوضعيه ديال الاتحاد الاشتراكي كباقي بعض الاحزاب يعني اللي كيعيش واحد النوع ديال التشرذم ما كيتحملش مسؤوليه ديال هذه الوضعيه هذه. يعني واش كيتحمل المسؤوليه ديال هذه الوضعيه هذه يعني في اطار التشرذم ديالو، يعني كتجا مبادره كيتم الناس ديالها من جهه اخرى، يعني هذا الشيء ما مدى مسؤوليه الاتحاد الاشتراكي ولا الاطار السياسي اللي كتحمل؟ هذا الشيء ما كيمكنليش يتحملوه، هذه المسؤوليه ما يمكنليش يتحملها الاتحاد الاشتراكي وحده. بطبيعه الحال حنا حزب حي نختلف في الرؤى، قبيله ما قلت لكم كنختلفوا على تدبير الامور، ما كنختلفوش على شي حاجه شي غنيمه خصنا نقسموها فيما بيننا. انا اوهم في المعركه الكبيره وهي المعركه ديال هذه المدينه، لان حنا السباقين في التجربه الديمقراطيه اللي قلنا تسيير البلديه ديال العرايش. حنا كنا هما السباقين في 76 تجربه، وكانت تجربه ناجحه بكل المقاييس. كنتمنى هاد الاخوه يتفاهموا ويستحضروا روح المناضلين الشرفاء، روح بندرول، روح السي الخديري، واحد المجموعه ديال المناضلين اللي ضحوا من اجل هذه المدينه وادوا الثمن ديالها باش يزيدوا القدام. ما يمكنش بهذا الشيء هذا اللي غادي به حنا واللي غادي به كل قوى، هذا شيء طبيعي في كل قوى التقدميه فيها هذا المخاض ديال الافكار، شيء طبيعي. ولكن كاينه واحد الحاجه اللي هي اسمى وهي المصلحه ديال هذا البلد. يعني بالنسبه للمدينه كيبان لك على انه ما كايناش شي نخبه اللي تكون مخاطره واللي تكون قويه وتشبر مثلا واحد البرنامج وتفرضوا، ولان كيبان على ان من خلال واحد مجموعه الجهات في المغرب في القضيه التنمويه كنهضر انا وفي قضايا الشعب المحلي، على ان كاينه لوبيات ضاغطه اللي كتشكل من نخب المدينه، سواء كانت حزبيه سواء كانت نخب مستقله او منتميه للمجتمع المدني. بالنسبه للعريش واش الغياب ديال النخبه هو يعني السبب الرئيسي في هذه الوضعيه؟ هو كاين جوج النخب، كاين النخب الامتيازيه وكاين النخب اللي عندها الغيره. خصنا نصنفوهم في سمعنا فيه، واش النخب اللي كتعرقل ولا النخب اللي باغي تزيد تدفع بهذه المدينه. انا ماشي كنقول ما كايناش، كاينه ولكن تغيب عن الاراده. انا كنقول كل القوى التقدميه والاحزاب الوطنيه خصها تحمل مسؤوليتها فيما يخص قضيه ديال العرايش وتعطي الدور. سي خالد شي سؤال؟ كلمه اخيره سي حماني. اولا اخيرا اشكركم كصحيفه الكترونيه وكمنبر اعلامي. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح وتبقاو في الخط الاعلامي والحياد والاستماع الى كل الاطراف ماشي غير طرف اخر. وهذه الرساله ماشي سهله، رساله نبيله
وعندي واحد الاضافه ما ضفتهاش قبيله حول جامعه الساحل. حنا في جامعه الساحل دائما عندنا منظور شمولي وانفتاح على جميع مكونات المجتمع المدني على كل الغيورين، سواء داخل جامعه الساحل او خارج جامعه الساحل، واللي كينشطوا في الاقليم والحمد لله كيجيو يديروا انشطه مهمه لا حقوقيه ولا اجتماعيه. فالامور ديالنا محلوله في وجهه، ولا قل شي حاجه شي واحد ولا باغي شي واحد شي حاجه فنحن رانا الاشاره. وانا كرئيس الجامعه ما كنعتبرش رئيس، واحد الانسان مناضل في القاعده او كبرلماني لم اتغير، سابقى الحماني هو الحماني دائما في الواجهه، دائما في الصوره الحقيقيه، الانسان اللي كيسمع للجميع، اللي ياخذ براي الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. زائرة زوار موقع العرائش نيوز، نشكركم جزيل الشكر، وفي حلقة مقبلة مع وجه آخر من وجوه السياسة والمجتمع المدني في مدينة العرائش.